لو الحكاية فيها إن فيتو. اولا احنا لازم نحاول نعوض موضوع قلة المية فترة الصيام دي فبعد الفطار. مفروض ان احنا جسمنا بنشرب لتر مية على كل 20 كيلو في جسمنا، يعني على الاقل 3 لتر في اليوم. طبعا فترة الصيام بتبقى صعبة لان توقيت الفطار مش هنقدر نعمل فيه كده، بس نحاول كمان نشرب عصاير طبيعية اكتر من الحاجات المحفوظة، دي برضو بتعوض جدا في رطوبة البشرة. نحاول يبقى اساسي كده في مرطب قبل النوم، ده اساسي، الموضوع ده بيفرق جدا في البشرة، في جفاف البشرة. كمان نحاول نقلل شوية من الحاجات اللي فيها ملح زيادة، لان برضو دي بتزود الجفاف. الملح انت عارفة بيقلل نسبة المية في الجسم، فبيأثر كل ده على البشرة جدا. نحاول كمان ان احنا ما نعتمدش اعتماد كلي على الميك اب في التجميل. في حاجات طبيعية ممكن نعملها تعوضنا عن حاجات اساسيه احنا ما بنقدرش نستغنى عنها، زي مثلا في بنات ما بتقدرش تخرج من غير ما تحط كونسيلر تحت عينيها علشان بيبقى غامق. احسن لي انا من اني ابقى تحت سيطره الكونسيلر ان انا اعالج الديفو اللي عندي في بشرتي. ممكن تعمل ان هي تحط مثلا قشر البطاطس او تقطع البطاطس شرايح رفيعه قوي وتحطها تحت عينيها. قصي البطاطسايه على قد دايره عينيكي وخليكي حطاها شويه، 10 دقايق، ربع ساعة. لو عملت الموضوع ده كل يوم ممكن خلال 3 أسابيع تلاحظي فرق رهيب حقيقي، يعني متجربة. ممكن كمان الخيار حلو جدا لرطوبة البشرة وحلو جدا للمنطقة بتاعت تحت العين برضو. في بنات كمان موضوع الروج ده عندها أساسي، ممكن يكون علشان بشرتها جافة، ممكن يكون علشان بشرتها مش حمرا، سوري، شفايفها مش حمرا. عارفة انتي ساعات بيبقى البشرة بيضة، ده دليل على نقص تغذية في الجسم. تقدري تعوضي ده بحاجتين. في ماسك للشفايف بيتعمل بالقرفه، بتجيبي معلقه قرفه وتعجنيها بميه قليله قوي، وممكن ميه موارد، بس انا عن نفسي بعملها بميه عاديه. خليها زي العجينه، حطيها على شفايفك شويه وقت كده، يعني 5 دقايق 10 دقايق. انتي هتلاحظي اصلا اول ما تشيلي القرفه شفايفك احمرت. لو عملتي ده لمده يعني مثلا مرتين في الاسبوع، عودي نفسك على كده، هتلاقي شفايفك اي نشفان فيها راح ولونها كمان بقى حلو قوي. كمان الكركديه بيتعمل برضو، الاكياس بتاعته الجاهزه ديت بتحطيها بتبليها في ميه دافيه، وبتحاولي ان انتي تحطي الكركديه نفسه الكيس بتاعه وهو طري تمشيه على شفايفك برضو، يعني مرتين مثلا في الاسبوع. دي برضو حاجه ممكن تخلي شفايفك ناعمه مش مقشره، لونها حلو وما تحتاجيش للروج. البشره طبعا ده اساسي، في ناس لازم فاونديشن وباودر وكل ده. حاولي برضو تعالجيها، لو عندك مسام واسعة اعملي كل يوم تلجة مشيها على البشرة، المنطقة اللي فيها المسام الواسعة. ممكن كمان مية الموارد ممتازة جدا فعلا، بتحطيها على قطنة وتفضلي تمشيها على وشك من جوه كده لبره، ما تحاوليش انك تروحي وترجعي، حاولي تملي المسام بالطريقة دي. دايما بتبقى عندنا المسام هنا في تي زون، الحتة دي ودي، هي دي اللي تركزي عليها قوي في موضوع مية الموارد. ممكن كمان نعمل ماسكات طبيعيه، يعني بلاش الماسكات الجاهزه، الطبيعي بيبقى حاجات من جوه بيتنا تعمليها يوميا. رمضان بنحاول ان احنا نركز قوي فيها الحاجات دي، لان فعلا قله التغذيه فيه، عدد ساعات الصيام بيبقى كبير، الجسم ما بياخدش الغذاء اللي هو عايزه، قله الميه طبعا بتاثر جدا، فنحاول ان احنا نعمل ماسكات طبيعيه. ممكن نعمل مثلا النشا والحليب، لما بنعجنهم ببعض وبنعملهم على بشرتنا بتصفي البشرة جدا وبتفتح لونها جدا. ممكن كمان الموز، اعمليه بشوية حليب وحطيه برضو على بشرتك كعجينة، يعني حاولي تخليه زي العجينة، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. في كمان ماسك بيتعمل بقرص ريفو، ممكن تجيبي القرص ريفو دوت وبتدوبيه بشوية مية صغيرين قوي جوه المعلقة كده، وتحطي عليه نقطتين ليمون، بتحطيه على بشرتك. الريفو بيشد البشره بطريقه وهميه فعلا، يعني سوري. حاجات زي كده انا بتكلم ان الحاجات الطبيعيه دي بتبقى جوه مطبخك، انت ممكن وانت اصلا واقفه بتجهزي فطارك تعمليها، ما بتاخدش وقت خالص وفعلا بتفرق. لو احنا شهر رمضان ده استغلناه ان احنا نعمل حاجات زي كده، الموضوع هيأثر وهيفرق جدا معانا.